أهلا بيكم يا حضار، مرحبا بكل الزوار، شرفتونا أنستونا بوجودكم، نورتوا الدار. أهلا بيكم يا حضار، مرحبا بكل الزوار، شرفتونا أنستونا بوجودكم، نورتوا الدار. كلمة حلوة سمعونا، يا هلا بلمة شباب، يا هلا بلمة شباب، يا هلا بلمة شباب. أصدقائي أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم في كل مكان وزمان. حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج لمة شباب، في سهرة رائعة من ليالي شهر رمضان المبارك في جمهورية مصر العربية. ومع هذه السهرة الرمضانية المباركة ننتقل إلى موضوع شيق، وهو عادات وتقاليد في شهر رمضان المبارك ما بين مصر وسوريا. أرحب بالضيوف الكرام، الأستاذ محمد حلمي مصري الجنسية، والفنان الكبير القدير الأستاذ فاروق الشامي، وصديقي الكوميدي الضيف الدائم الأستاذ أنس جباصيني. أهلا وسهلا بكم جميعا. يا مرحبا. أبدأ معك أستاذ أنس. اليوم أنت كنت في سوريا، تقريبا أنت اجيت هنا على مصر أو تركت سوريا في 2012. نعم. ففترة قبل 2012 أنت كنت في سوريا وعشت أيام رمضان المبارك في سوريا، واليوم أنت موجود اليوم في مصر. هل وجدت اختلاف ما بين رمضان في سوريا ورمضان في مصر؟ والله الاختلاف موجود، ولكن يعني ما هو اختلاف جوهري. في اختلاف بالاماكن، يعني نحن بنقول بنحن لحيطاننا، بنحن لشوارعنا، ولكن لما بننزل على المعز ولا على الحسين مثلا نستشعر وكأنه احنا بنمشي بشوارع دمشق. يعني احنا عنا الاجواء بالشام كانت الجزماتية بالميدان، هي الجزماتية رمضان لوحده. يعني اللي بده يعيش اجواء رمضان ينزل يشوف زينة رمضان بالجزماتية بالميدان، ينزل يشوف بياعين الحلو كيف كل مين عم يصرخ على رزقه، وكل مين عم يبيع بطريقته وباسلوبه، وسبحان الله بتلاقي الكل مجبور الخاطر، الكل الله عم يرزقه رغم المنافسة الشديدة بيناتهم. ولكن يعني هالشهر فيه بركة للجميع. دائما أنت مشاعرك مع الحديث عن الطعام، هذا شغفي. نعم. هذا شغفي يعني واسلوبي. أستاذ محمد، طبعا أنت أكيد والله ما عشت رمضان في سوريا، واليوم خلينا نحكي شوي عن أهم العادات والتقاليد الموجودة في مصر في شهر رمضان المبارك. والله هو شهر رمضان بطبعه شهر كريم ومليء بالعادات الحسنة، بس هو يمكن الواحد شوية بيبقى مفتقد لبعض العادات اللي كانت قديما موجودة وبدأت شوية شوية تقل. يعني احنا من ضمن العادات فانوس رمضان، وده من ضمن الحاجات اللي كانت زمان. أصلا هو الفانوس عبارة عن فانوس نحاس كنا نجيبه ونحط فيه شمعة وننورها، ودي تبقى من ضمن الفرحة بتاعت الأطفال إن هم ماسكين. دلوقتي بدأ الفانوس يتحول إن هو يبقى أشكال كاركترات من الكرتون وبيغني بعض الأغاني. يعني الموضوع اختلف، بدأ يتطور. بس بنرجع برضو دخلوا التكنولوجيا على الفانوس. بالظبط، دخلوا التكنولوجيا شوية، فبعض الحاجات تحس إن هي فقدت القيمة تبعها. بالظبط، الواحد بيبدأ يحن لها تاني. يعني لما بيلاقي الفانوس أبو شمعة ده الواحد بيحس إن في نستولوجي معاه، شمعة بيرجعني. أيوه بالظبط كده. أستاذ فاروق، يعني اليوم أنتوا يعني عشتوا فترات طويلة من رمضان في سوريا. نعم. واليوم أنتوا في، ما حقول أنا غربة في مصر، مصر بلدنا بالأخير، ونحن عايشين في مصر كأهل بلد بصراحة، ولكن اليوم أكيد لمستوا تغيير كبير ما بين مصر وسوريا في رمضان. أولا كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك في جمهورية مصر العربية، الجمهورية العربية المتحدة. الجمهورية العربية السورية، نحن أصلا شعب واحد في بلدين. مع اختلاف وخلاف العادات والتقاليد بين سوريا ومصر. سوريا والجمهورية مصر العربية فيها عادات وتقاليد متأصلة في رمضان. يعني نحن نقدس هذا الشهر، نقدس هذه الأيام، نقدس العادات والتقاليد ابتداء من فانوس رمضان المصري
حتى انتشر في بعض الأسواق السورية في بعض السنوات الماضية. في سوق الحميدية كانت بائعين الجوالين في سوق الحميدية بجلابيته الصعيدية بالشال الصعيدي بالفانوس، بس اللي معمول من الجبس ولكن بالشكل الجميل اللي بيحكي عنه الأخ العزيز، اللي هو الفانوس الحقيقي اللي بيعني انه شمعة رمضان. اللمسات الرمضانية في مصر فيها روحانية أكثر من أي بلد عربي آخر تقدر تلمسها من خلال أول يوم في رمضان أو ما قبل 15 يوم في رمضان. تبدأ بشاير وهلال رمضان يهل عليك من نص شعبان، تشعر في الأجواء الرمضانية، في التغيير النفسي عند المواطن المصري، فبيعطيك الانطباع الروحاني اللي أنت تستبشر فيه بقدوم شهر رمضان في زراعة الشوارع الإنارة واللذات الأشكال الجميلة والصيوان الحلويات الرمضانية المختلفة الأنواع الريفية والمدنية اللي هي من ضمن المدينة. فبتلاقي الروحانيات في مصر غلبت على أكثر الدول العربية انطباعا بحبا بهذا الشهر الفضيل وتقديرا وتعزيز لهذا الشهر الفضيل. لأنه في جمهورية مصر العربية وفي سوريا، يعني نحن بنقول بلاد الشام، هي الشام مو الشام هي اللي في سوريا، لا، هي الشام فلسطين ولبنان والأردن ودمشق. بلاد الشام تمتد كان عاداتها وتقاليدها من مصر، لأنه كان في تحالف شديد بين الشعوب وفي مصاهرة لحد الآن بين مصر وسوريا. فالجميل هون بمصر انه بتلاقي ابتداء من الفانوس للتمر للطبق لرمضان، فانت بتعيش 30 يوم بروحانيات الجمال مع كل الظروف الاقتصادية السابقة من سنة 1918 إلى الآن، مع اختلاف الوجهات النظر في الدول العربية. فبتلاقي هذا الشهر في مصر له طابع خاص. فاللي بيجي على مصر في رمضان، أنا أول ما دخلت مصر في سنة 2012 كان بعد رمضان، وأول صلاة إلي كانت في جامع الأزهر ما شاء الله الشريف. كانت يعني صلاة العيد، كان صلاة العيد الكبيرة، لأنه نحن كنا طالعين من شهر فضيل، أفواج من الناس وأجواء من الاحتفالات. لا، دخلنا من المطار، يعني ناس طالعة من رمضان في سوريا، ودخلنا كان في يوم داخل 3 طيارات من سوريا. فكله كان متشوق لرؤية مصر العيد، ومتشوق انه كان في بيننا وبين العيد 10 ايام. انا قضيت ال10 ايام فاقدا للذاكرة. هل انا في مصر حقيقة ام في سوريا؟ يعني ام في سوريا. يعني حتى بتمشي في الشارع اسمع اللهجة المصرية وكأني في مسلسل مصري. فكنت متشوق جدا اني انا ازور الحسين وزور جامع الازهر وخان الخليلي والغورية والمعز وهي الحيطان اللي حكى عليها الاخي العزيز استاذ انس، بتعود لك وبتورجيك انك انت فعلا لم تخرج من بلدك. صحيح. بالذات جمهورية مصر العربية. انا طبعا من خلال برنامجكم الشيق بشكر كثير اضافتك، وبشكر كثير هاي اللفتة الجميلة اللي عم تعملها استاذ والدكتور ملهم، انك انت تحط بالميزان العادات والتقاليد المصرية السورية. وعلى فكرة هي ما فيها اختلاف نهائيا، ولا بتلاقي شعور في الاختلاف، الا ممكن بعض الاكلات او بعض الحلويات، التفاصيل البسيطة، انما بتلاقي نفس الروح ونفس يعني أنا والله برأيي مو بس في عادات وتقاليد رمضان، في كثير من الأمور. اليوم الشعب السوري والشعب المصري متقارب في كثير من القلوب، لأنه نحن دائما الشعب المصري وقت اللي قالوا إنه في حرب في سوريا والشعب السوري اجى على مصر، قالوا من محافظة إلى محافظة. فقلت لهم أنا والله الشعب المصري لم يفتح بيوته للمصريين للسوريين، بل فتح قلوبهم قبل بيوتهم. صحيح. وأنا هذا الشيء لمسته. واللي بيستقبلك في قلبه فاستقبلك في شرايينه وفي دمه. فنحن وأهل مصر الكرام
من مصر العظيمة، الشعب المصري العظيم بكل عاداته، بكل تقاليده، بكل أريافه، بكل صعيده، بكل مدنه، هو سوريا الثانية. صحيح. هو الشعب السوري الثاني، هو طبعا مصر الثانية. يعني مشاعر يعني نلمسها جميعا كسوريين طبعاً. حقيقة في مصر. طبعاً. أنا أستاذ محمد قطعتك، أنت بدأت بالفانوس، حابين تكمل يعني شو أبرز العادات والله عندكم من هون في ضمن مصر؟ من ضمن برضو العادات اللي ممكن يعني في مصر كانت برضو قديما كان ليها طابع قوي بقى، كان مدفعين. يعني كان في دايما الناس بتستناهم، مدفع الافطار مدفع السحور. ومدفع السحور. نعم. دول كانوا فعلا الناس بتقعد جنب الراديو تسمع، تستنى المدفع ده، خلاص احنا هنبدا ناكل. صح. نسمع المدفع اللي عند في القلعة السحور. يمكن. هو ده فعلا، ده كان الحقيقي. كان زمان كان آه. هو فعلا المدفع بيضرب مع الفطار، وكان فعلا بيضرب مع السحور. بس بعد كده بدات بقى دلوقتي خلاص برضو بالتكنولوجيا اللي دخلت، خلاص بقوا بيعملوه جرافيك او بيعملوها اصوات او فيديوهات او في برضو من ضمن العادات المسحراتي. يعني هي طبعا مش صفة مشتركة ما بين أو بين عادة سوريا بين سوريا ومصر. بالظبط. بس اللي انا بس ببقى بعود بيه الحنين شويه، ان المسحراتي كان زمان كان حاجه اساسيه. طبعا. يعني يمكن دلوقتي بدا برضه خف شويه. ما زال شعبي هو. بالظبط. في الكور كان كل الاطفال بتستناه، ونستنى انه ينده على اسمك، يعني صح. تعدي عليه انا اسمي كذا، انا اسمي كذا، عشان لما يجي وهو معدي وكان بالليل. كل حاره فيها مسحراتي من ابناء الحاره نفسها يعني. بالظبط. نعم. بالظبط. سوريا. فدي من ضمن العادات والحاجات اللي الواحد يعني أكيد يعني بيفضل يحن لها دايما. بالضبط يعني بالضبط. اليوم برجع لك أستاذ أنس، ليش اشتقت أنت في رمضان سوريا؟ شو أكثر شيء اشتقت له؟ لا بقول لك العرق السوس بتضحك علي. يعني اطلاع من شيء شغله يعني هو موجود عرق يعني سوس اطلاع شيء خارج الاكل لا والشرب. الله يخليك. غير يخليك. العرق السوس المصري. طب والله لازم ندوقه. بصراحه ما في شيء فقدناه في سوريا ما وجدناه في مصر، بصراحه مطلقه. يعني ما اشتقت لابتهالات الاموي؟ هلا ابتهالات قبل فترة الاموي، السحور. نحن في اخواننا معنا موجود بالتصوير الاستاذ انس الزعبي، عودنا على سنوات عده الماضيه انه كان يحط لنا ابتهالات السحور مسجله المدلل ولسليمان داوود ولحمزه شكور، يحط لنا اياها فتره السحور من الساعه 3 للساعه 4 قبل الفجر على الفيسبوك. كنا ندخل يوميا ونسمعها، فتقريبا هو كان مغطي هالفقره هي. بس الفرق مثلا نحن عندنا بسوريا اذان الامساك، عندنا اذان الامساك واذان الفجر. اذان الامساك انت يعني هو تنبيه قبل الفجر بربع ساعه مثلا انه خلاص باقي ربع ساعه للفجر. هون بمصر مش يا أمة الإسلام أمسكوا عن الطعام. ايوه. فهذا الفرق اللي انا لاحظته ما بين رمضان في سوريا ورمضان في مصر. ما تبقى، ما في متشابه، ما في شيء ناقص. بس اكيد يعني لمة الاسره ولا طبعا القصص طبعا هي اختلفت نحن عم اليوم. نحكي ضمن تشتتنا بالغربه يعني. ولكن نحن يعني الشيء اللي فقدناه هون ما شاء الله اهلنا بمصر كمان عوضوا منه بزياده يعني. طيب. استاذ فاروق، لشو اكثر شيء بتحنوا حاليا لرمضان بسوريا؟ شو اكثر شيء حاسين مفتقدينه بشكل حقيقي يعني؟ كثير من الاشياء اللي نحن بنفتقدها، يعني مع احترامي لوجودنا في مصر ومع احترامي لوجود كل الجاليه السوريه في جميع انحاء الوطن العربي، ولكن حنينك الى سوريا هو حنينك الى امك، هو حنينك الى اختك، هو حنينك لبنت عمك، هو حنينك لبنت خالك، اللي نحن هون مفتقدينها. نحن هون مفتقدين صحن السكبه. أكثر ما أفتقده هنا في مصر هو صحن السكبة. هذا اللي افتقدناه من أستاذ أنس أكيد هذا الشيء مفتقده يعني متأكد. اللي هي لمة السحور، السهرة الرمضانية، صلة الأرحام في رمضان. نسأل عن العم وأولاده، عن العمة وأولادها، الخالة والخال. هؤلاء في الغربة افتقدناهم، عوضناهم ببعض الجيرة الطيبة من أهل مصر الطيبين، وعودناهم على عاداتنا وتقاليدنا في السكبة. يعني بعض الإخوة المصريين عندي في البناية في العمارة يقول لي إيه ده؟ بقول له السكبة. فيومين ثلاثة فبقول لي يا أستاذنا تعالى يعني إيه اللي بتجيبه أنت كل يوم ده؟ إحنا عندنا أكل. قلت له لا، نحن عندنا عادة في سوريا إنه نحن أنا بسكب لك شاكرية، أنت بتسكب لي محشي. قال لي لا، المحشي بتاعنا ما نسكبوش لحد في رمضان. فنحن عودناهم
على بعض العادات والتقاليد، واخذنا منهم الطيبه الحقيقيه في الشعب المصري. افتقدنا هي الناحيه الاساسيه. قلت لك السكبه، هي السكبه مو الاكل. اكيد هي الصله، هي الصله الروحيه. هي الصله الروحيه، صحيح. هي الصله الروحيه بين الجار والجار، واللي الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا الشهر الفضيل وصى على 40 جار: لا ان يبات جاره جوعانا، لا يؤمن من بات جاره جوعان ابدا. يعني انت المفروض تسال عن جارك في رمضان، تتواصل بهي الصله مشان تكتشف ضعف سفرة جارك، فانت بتروح بتقويها بشكل طبعا اكثر من عندك، مشان لانه هو بده يرجع لك السكبه، فانت بتشوف نسبه السكبه شو هي. فبتعرف ضعف جارك اذا كانه محتاج او لا، فانت بتزيد في السكبه مره ثانيه، وبتدعي الناس الثانيين لحتى تسكب من غير ما تسبب له اي من غير ما إحراج تسبب له اي ازعاج او اي شيء نهائيا. نفتقد هون في رمضان، بندق على جارنا: بعد اذنك ما عندك معلقتين سكر؟ بدنا شي رغيفين خبز، الله خلينا ناكل على الصحون، جاينا ضيوف. ايه، نحن بكل شجاعه يعني نأسف انه الان سموها وقاحه، بقاحه، لا، هي شجاعه منك انك انت تدق على جارك وتقول له اعطيني رغيفين خبز. وشجاعه من جارك الثاني. محمد عنده تعقيب. تفضل. انا عندي تعقيب، بس ان الافتقاد ده هو على فكره من ضمن عادات مصر الاساسيه، بس اللي هتلاقيها موجوده في الاماكن الشعبيه. في الاماكن الشعبيه يعني لسه في الاماكن الشعبيه عندنا حاجه بيقول لك اللي هو الطبق الدوار. الطبق الدوار هذا هو اللي عم ندور عليه. يقول لك الطبق ده ينزل معاه فيه كنافه، يطلع فيه مش عارف ايه لغايه ما اخر الشهر. هو الطبق ده بتاع مين فينا؟ صح. بس هو فعلا ممكن دلوقتي المدن الجديده نعم فعلا قل فيها النقطه، انما فعلا العادات دي كانت هلا انا رحت الصعيد في احدى السنوات وطبعا انا اصولي من سوهاج، يعني عائلتي مشان نكون يعني عندهم، وانا بدي احيي اهل سوهاج مركز المنشاه، ونحيي اهل مصر كلهم يعني. لانه عائلتي الشامي في منطقه سوهاج مركز المنشاه تقريبا بال 250 300 الف بني ادم ما شاء الله. معناتها اذا كان في احتاجناكم بفزعه بتفزعوا؟ بنفزع بعجول وخواريف. ولكن لما رحت لعندهم في احدى الشهور لقيت نفس الحكي اللي عم بقول الاستاذ محمد، الصحن الدوار. صحيح. فهن ما شاء الله الصحن تبعهم هيك. استاذ فاروق، يعني نحن تناقشنا حتى قبل الحلقه، وممكن هذا الشيء كمان يعوض الشيء اللي انتم ذكرتوه، هي موائد الرحمن. موائد الرحمن انا بصراحه ابهرت اول ما اجيت لقيت هالسفر اللي بتمتد لعشرات مئات الامتار. كنت لسه بدي انوه عن هذا الموضوع، انه نحن في سوريا نفتقد لهي المائده بسبب ظروف ما، يعني ما لا يعني مو وقت ذكرى الان، ولكن طبقت في احدى السنوات في جامع الاموي، وكانت من اجمل موائد الرحمن الذي صنعت في سوريا. صنعت من كبار تجار دمشق الحقيقيين، من عائلات دمشق المهاجرين الصالحيه، الشاغور الميدان، كله كان يتوجه الى جامع الاموي في الطناجر بالحلل بالاطباق مشان يوزعوا هي. ولكن الظروف ولكن اليوم نحن شفنا بمصر بسم الله ما شاء الله بصراحه يعني اعجاب في كثير من الحارات الشعبيه، وإذا بتنزل على الحارات الشعبيه هي نزله على مائده الرحمن لكسب الموده وصله الارحام. صله الارحام ليست في الاخوه او ابن العم وابن الخال، لا، صله الارحام بالغريب بالجار، تتعرف على الناس من خلال مائده الرحمن. فمن اجمل العادات والتقاليد اللي ما زالت في مصر، في جمهوريه مصر العربيه، هي موائد الرحمن. ما شاء الله. انا كنت اتمنى لو يسمح المخرج، دائما عم يعطيني اشارات خلص الوقت، اتمنى لو سمح لي المخرج لان يعني نكسب وجودك معنا ولنحكي اكثر باستفاضه، لانه بصراحه الحديث ممتع. واليوم كثير من السوريين افتقدوا للكثير من العادات وانضافت لهم عادات جديده. نعم. بصراحه ومهما كانت طبعا اكيد مصر هي بلدنا، وهي يعني استضافتنا ولم تقصر في شيء، ولكن دائما طبيعه الانسان يحن الى وطنه. مصر على فكره لم تستضيفنا. نعم. مصر اعادت تدوير السكان الحقيقيين اللي كانوا موجودين في مصر. صحيح. ورحبت فيهم مرة ثانية في مصر، وقالت لهم ما زالت الوحدة العربية، نحن شعبين في بلد واحد. نعم. إن شاء الله نحن هيك رب العالمين يكتب لنا الأمن والأمان
ونرجع لبلادنا آمين. ونرحب بإخوتنا المصريين كزوار. أنا بتمنى يجوا يسكنوا عنا، بس إن شاء الله الله بيحفظ عليهم نعمة الأمن آمين. والأمان، وبيجوا بنستضيفهم عنا بسوريا، وإن شاء الله بنفرجيكم عاداتنا ونفرجيكم تقاليدنا، وناخذكم على السوق اللي بيحبوا أنا السوق شافوا كثير الجسماتية منا مع مو كافي اللي البضاعة. شافوه هون بدهم يرسلوا على سوريا يشوفوا. والله لا مو بهالظروف في عنا طبعا اخوه أكيد. مصريين يعني بيقولوا يعني انتم ان شاء الله تتحسن الاوضاع في سوريا، بس لو تحسنت حترجعوا. بقول لهم طبعا ممكن نرجع. لا احنا مش عايزينكم ترجعوا يعني. دي حقيقه، دي حقيقه، إن شاء الله دي حقيقه، إن شاء الله إحنا بنتم هون وهنيك بإذن إن الله، شاء الله بلكي بإذن بنرجع الله. الوحدة ما بين مصر وسوريا إن شاء ستعود الله. ان شاء الله ان شاء الله. نحن في نهاية حلقتنا أنا بشكر من أعماق قلبي الأستاذ محمد، الأستاذ فاروق، الأستاذ أنس على على الحديث الطيب، على الروحانيات اللي حكوها. إن شاء الله بتمنى لمصر كل الأمن والأمان والازدهار. أتمنى رب العالمين أن يعيد الأمن والأمان لسوريا، وأن يعيدنا إلى بلدنا إن شاء الله آمنين مطمئنين، إن شاء الله. وأن يزيل عن سوريا كل آمين. أشكال الظلم والطغيان. أتمنى أن تعم جميع الدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم بالأمن والسلام. لكم منا إخوتي المشاهدين كل المحبة والتقدير والاحترام. فاصل ونعود مع فقرة إنشادية. يا هلا بلمة شباب. رحماك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي. رحماك يا رب العباد رجائي رجائي، ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي. وحماك أبغي يا إلهي، راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا، فجد بولائي. ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي. أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عييت من البعاد النائي. وحماك أبغي يا إلهي، راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا، فجد بوالي.